الحمد لله على الفوز، مع انه يعني كان فوز صعب شويه. بس فريقنا كمان يعني عنده لعيبه يعني بيلعبوا كرة يد. يعني احنا الشباب حصلنا شوي صعوبات يعني معاهم، بس الحمد لله في اخر دقائق عرفنا كيف. سيد، ركزتوا على مباراة الريان اكثر ما ركزتوا على مباراة العربية، ممكن سبب هذا شوي بعض فقدان التركيز نوعا ما؟ لا والله بالعكس، يعني احنا ناخذ كل مباراة في وقتها، يعني ما نفكر في فريق قبل فريق، يعني لانه العربي نفس ما قلت لك فريق محترم وعنده امكانيات انه يعني يتغلب علينا. بس الحمد لله يعني قدرنا نسيطر. كيف تشوف المباراة مع الريان؟ والله مباراتنا مع الريان نفس ما الكل عارف، يعني انه ديربي كبير. يعني راح تكون مباراة صعبة، يعني كل فريق راح يطمح انه يتأهل النهائي. قادرين تتجاوزوهم يا سيد، خاصة انه ابعدوكم من بطولتين؟ لا، ما في شيء مستحيل في كرة اليد، يعني حتى النتائج يعني اللي كانت معنا يعني بيننا في المباريات اللي فاتت يعني ما كان نتيجة كبيرة، يعني فرق جول جولين، يعني هاي الشيء يعني نقدر يعني نحققه. المدرب ريحك شوط ولعبك شوط، هل هو تكتيك؟ والله شوف، انا ما عندي يعني الحق اني اتدخل في الاختيارات التكتيكية والفنية، يعني هاي اختيار المدرب وانا جاهز يعني في اي لحظة يعني يامرني بها. شكرا جزيلا لمهزة.